السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني خواتي، تحية للجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على واحد القصة ولا أروع، مفرحة محزنة، تجمع كل المعاني المثالية: الحب، الكرامة، عزة النفس، النخوة، وكذلك للأسف الفقر. هذه القصة تتعلق بواحد الكوبل من مدينة مكناس، نصر الدين وفاطمة. نصر الدين من مواليد 1985، يعني كيبلغ الآن حوالي 38 سنة. وفاطمة مزدادة للأسف بدون أطراف، يعني ما عندهاش لا اليدين ولا الرجلين. ولكن نصر الدين كانت كتبان ليه فاطمة هي الأم ديال الأبناء ديالو المستقبلية، كتبان ليه في أحسن صورة وأبهى صورة. كيبان بأنها الزوجة إينيك بالنسبة ليه. وصفوها انتم كما بغيتوا توصفوها، كتبان ليه بانها هي القمر. حاول مرارا وتكرارا انه يتبع في الشارع باش انه يوصل يتحدثها وبانه باغي المعقول، حتى انه توجه لدارهم. منين عرف المسكن ديالهم توجه لدارهم ودى شي تقضيه على قد الحال ومشى، ولكن كان الرفض. هذا الكوبل هذا يعني الكل كان ضده. كما قلنا ان فاطمه ما عندهاش لا يدين لا رجلين، يعني الاسره ديالها كيبان لهم انها ما تقدرش تكون اسره لانها ما تقدر دير والو الزوج ديالها او الابناء ديالها. وحتى العائله ديال الزوج كيبان لهم بان ولدهم ما غيمكنش هذا الشيء. ولكن نصر الدين كان متشبت بالحلم ديالو اللي كان تيبان ليه بان فاطمه هي اللي غتكون الزوجه ديالو وهي اللي غتنجب ليه ولد وبنت. فعلا تزوجوا، يعني مشاو بجوج وضربوا لاكت بحضور الشهود، ولكن بدون يعني اخبار العائله. حتى من بعد حتى ضربوا لاكت عاد يعني بان الموضوع بانهم تزوجوا. كانت في الاوليه كتجلس في دارهم لمده 15 يوم، يعني المده ليست بطويله، وهو كينعس في دارهم حتى ساقط امه الخبار بان ولدها نصر الدين راه تزوج فاطمه. شاف كثرة اللغط عليه من الطرفين، من العائلة ديال فاطمة ومن العائلة ديالو، فقرر أنهم يخرجوا من الديور ودا مرتو ومشى كرا بيت ب4000 ريال. نصر الدين ما عندوش شي خدمة مستقرة، يعني كما تنقولوا طالب معاشو. يقدر يمشي للمارشي كري يضرب الصندوق، يقدر أنه يخدم حتى بوعار في لي بوبيل، يعني كيقلب في القمامة على البلاستيك على الحديد على النحاس، لا لقى شي حاجة كتباع. عاش ولله الحمد، انجب يعني بنت وولد كما كان تيبان ليه في الحلم ديالو. يعني والزواج ديالهم اللي دام الى حدود الساعه 12 سنه، اي نصر الدين انذاك كان في العمر ديالو 26 سنه عندما تزوج فاطمه. المعاناه معاناه كبيره، لانه كيخرج كما قلنا كيبحث في القمامه على البلاستيك على اي حاجه باش يجيب طرف الخبز لوليداتو، وكيجي وكيطيب وكل شيء كيوجدو هو، وفرحان وجد سعيد. وغنشوفوا يعني اجزاء كبيره في هذا الفيديو هذا من هذا الكوبل، وبالخصوص النخوه وعزه النفس ديال نصر الدين. نصر الدين اللي طلبوا الاعلامي اللي دار معاه استجواب انه يحط الرقم الهاتف ديالو لعل وعسى يكون هناك بعض المحسنين يساعدوه او المحسنات. لكن كيبان من نظرة انه ما راضيش، ما باغيش يحط. كيقول ان يجي غير شي واحد يقول لي دوز تخدم ونمشي نخدم ونضرب، وقاد على تماره وما راضيش. لولا الاصدقاء ديالو اللي كان قال ليه ربما الله سبحانه وتعالى يعني رزقك غيجي عبر هذا الفيديو. يعني نخوه ديال الرجل المغربي الاصيل، والابتسامه لا تفارق محياه. يعني قصه للعبره. نتابعوا اجزاء من هذا الفيديو. كما قلت لكم ما تنساوناش من التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم والبارطاج ان امكن، فلنتابع. ما تنشوفهاش في هذه الصوره، تنشوفها في صوره اخرى. الله تتبان لي في كاع فهمتي، حيت ما كاينش بحالها بزاف. سادات مراجل فهمتينا اخويا المهم، فهمتينا المهم. هو انت غتبكي كيكون هذا هو كيكون. وهي راه مسكينه راه ما عندهاش ليدي، راه كلها هكا. وانا ما كنتش عليك، عزيزه عليا بزاف، والله عزيزه عليا.
الله 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 يلا عزيز عليا الله يخليكم بعض. تقهرنا مع هاد الزمان، ما نكذبش عليك اخويا، والله الا تقهرنا بالله، كل ما تقهرناش ربي اللي عالم، ما نكذبش عليك. وصلنا كنا تندبروا وكذا وهادي نصر ديالنا ولد 85 باقي نجوج. واخا خويا راه هاد الزمان شرف. ما كانش ديك اللحيه وراك صافي لا شرفنا دابا، ما نكذبش عليك، مع هاد الزمان هذا والله تيشرف اللي ما يشرف. حق الرب واخا تكون عندك 16 عام تولي عندك في هذا الزمان هذا 87 عام بالغلاء واجي. نعم. كيفاش قصتك مع فاطمه؟ القصه ديال هاد السيده خويا ما نكذبش عليك، كنجبدها لك كضحك سبحان الله. حيت انا عارف راسي كانت مرتي قبل ما نتزوجها. كيفاش؟ قلت لها النهار الاول انا عارفه غادي نتزوجها، فين تلاقيتيها؟ وعارفه في المخيله ديالي تنقول لهم مرتي قلتها لصحابي قالوا لي انت تتحماق عليا، وقلت لها غادي نتزوجك وغادي نولد معاك ولد وبنت وغادي يسهل الله ها هي تمسخن قبل ما نتزوجها، اقسم برب الكعبه. واش هي من العائله ولا كيفاش ولا؟ انا كنت نشوفها في الطريق وتنتبعها وهي ما عارفانيش، وتنولي عاوتاني فين ما دوز تنتبعها، تنرمي كنت نخدم وتنحط الحوايج ونحط عليها حتى تمشي، ما عرفتش دارها بقيت تنقلب تعرف دارهم، بقيت تنقلب تعرف دارهم. مشيت لعندها دقيت عليهم حطيت لهم واحد التقديه وليت عاوتاني غبرات 6 شهور ولا 7 شهور ونخرج فيها. لا السلام اختي بخير كذا بغيت نتزوجك، قالت لي لا. مشيت تنبكي وعلى رقبتي اخويا، عاوتاني وليت وانا نخرج فيها. علاش تقول لي لا؟ وليت خرجت فيها في لاكار الكبير، قلت لها اختي راه بغيت نتزوجك شنو صافي قالت لي لا عاوتاني، وتنولي بحال الدري الصغير. ثالثه ثالثه وعلى رقبتي ولا ثالثه المره الثالثه وانا نشدها صافي هذيك مشيت لعندها السلام عليكم. ما نكذبش عليك راه تعرضوا لي مصيبه باش غادي ندي هاد السيده، وغير الحباب ما خلاونيش نديها، عائلتها وكلشي راه فاش نشوفها والله واخا ما نكذبش عليك الله يخليكم ما نكذبش عليك هادي والو ما نكذبش عليك انا خليها لي الله وعزيزه عليا. الله قالوا لي ما طيب لك ما دير لك والو، وما تصور مشاو سولوا الطبيب واش غادي تولدوا الولاد معاقين ولا على رجليهم وعلى رقبتي. هادشي ديال الله. وي والله الا سولوا الطب من العائله باش يقنعوك ولا صاحبي مشاو سولوهم باش يقنعوا راسهم واش غادي تولد هاد المراه ولاد بحالها، فهمتيني ولا لا؟ وعلى رقبتي قالوا له راه تمشي توحن على راسها وتجبد بحالها. وحق من سما روحها غيب ديال الله. وتنهضر معاك اصاحبي الشي راه تعرضوا لنا حنا امه محمد باش ما نديش هاد السيده من عائلتها ومن عائلتي. لا ولكن الغريبه نقولوا عائلتها بلا ما نقول لك شكون اللي مشى تيسول صابرين، بلا ما نقول لك شكون اللي مشى تيسول الطبيب ولا لا ما نسول، بلا ما نقول لك شكون. وخديتها وكريت ب 4000 ريال. فاش يلاه خديتها؟ ما درتي لا ما كي عرس الاول وصافي. ضربنا الله العلاقه ديال الزواج كي درتو؟ عند والديها ما بغاوش. مشينا لروسنا ودخلت عند العدول لقيت صاحبي شهد لي سبحان الله شهد لي فات السلام عليكم. حتى جات لماني اضطرت تقول للوالده مبروك عليك راك تزوج ولدك ما في خبارهاش. ويلي كيفاش تزوج ما في خباريش، هي تتبات في دارهم وانا تنبات في داري. ملي بقاو نبيح وانا نقول لها يلاه نعلقوا كرينا ب 4000 ريال بقات لنا تزوجتو درتو الكاغط انت كتبات في داركم. واحد 15 شتينا القاعد عاد خرجنا عاد عاقوا بينا نتزوج والله العظيم عاد خرجنا كرينا ما بغاوش اصاحبي. انا قالوا لها ندوز الحبس وتنبيع الحشيش وبزناز وسكيرين وما عمري ضربت الحبس وعلى رقبتي. كيقولوا لي عاوتاني انا تيجيو عندي تيقولوا لا عاوتاني انت تيجيو عندي انا تيقولوا لي راه ما دير لك والو ما تصبر لك ما دير حتى لعبه ما غادي طيب لك ما دير حتى. تنقول لهم ماشي شغلكم ما بغاوش. تصور فاش تزوجنا بقاو تيقولوا محال تولد. عاوتاني فاش كدا فاش حملات قالوا ما كاينش وليت انا تندير القماطون وندير كليكوش وهاني ولدات هو البطل هو الديله الاول شنو سميتو؟ الديله سميتو على الوالد الله يرحمه. كاين الوالد باقي حي؟ لا توفى سميت عليه الديله
الله يرحم بعض الله يسترك الله اخويا، يخلي لك هذا. الله يرحم لك الوالد. التولد هذا كي كان رد الفعل صافي. لا بجي بقاو تيقولوا هو يوحل، هو يوحل في ليكوش، هو يوحل في كذا، هو غادي يطيح. تيتسناوني نطيح، وانت مازال ما طحت. هذيك هما باغيين نطيح، القدرة مازال ما طحت. ما باغيني نطيح، الا كيفاش نطيح نبقى نقول لهم راه ما عنديش انا مزاوق. عطاو باش نجي يقولوا لي انت اللي ديتي ديك المراه، كنت ديتي شي وحده خدامه، وكنت ديتي. وتصور واحد صاحبي جاب لي وحده ميت لها الراجل عندها الفيرما وكذا، باش ما نديش هذا صاحبك هذا صاحب الوالد قال لي نجيب لك واحد خيتي وكذا، مات لها الراجل وكذا ودبر عليا ودخل وديها دبر عليه وعلى راسك قلت له لا والو، غير بس الصوره ديال هذه تكحل. سبحان الله. باش معيش هاد الوليدات شنو حال بالبركه الله صاحبي، غير بركه الله. دابا انا ما تفرضش عليا الخدمه، نبقى شادني بنادم من 8 الصباح حتى ل 8 الليل. ما تسدش عليا. لا الا سد عليا هادو ما تياكلوش. خصني نجي دابا، انا شنو خصني ندير؟ خصني ندبر على طرواميل نطيب لهم الفطور، ونخرج ندبر على دومين نجي نطيب لهم الغداء. كطيب انت. خصني نطيب لهم ونوجد لهم ونخرج، ونجي عاوتاني في العشيه نطيب لهم العشاء ونخرج ندبر. واحد ما عمري زعما ما كانتش عندي هذه الفكره اصلا، حيت نظره المجتمع هي اللي خلاتني تكون في راسي يعني هذا الشيء راه مستحيل. ما انا الفكره ديالي مع راسي ممكن، ولكن الناس هما اللي كيحطموني انا ولكن الحمد لله ما تحطمتش. كيفاش دخل على هاد النصر ديالك؟ كيفاش دار لك؟ كيفاش بالعكس. لك الاولى وقلتي لي أنا- كنتي كدوري فيها؟ حيت الفكره ما كنتش كنقول انا ربما معايا كيضحك، كيفاش القضيه ديال كدوري فيها؟ كتقولي كيتنازع عليا كنقول زعما انا عاي كيضحك بحال بزاف ديال الشباب كيضحكوا على البنات عادي. تابعني كيقول لي كنقول انا ممكن، ولكن هو صراحه الله قمه الرجوله ماشي الثانيه بكل احترام. بزاف ماشي. قلت له لا وضحكت كاع باستهزاء زعما راه كتفلى انت باغي تضيع وقتك معايا راني ما مسالياشي. فهمتيني. وكانت معايا بنت اختي وهذا كيجي ما حملتيهاش اخويا ما كذبتش، وقفت والله الا وقفت، بغيت غير شي خدمه ولا الله غالب. هادشي اللي قال لك خويا عافاك هضر معاه الله يجازيك، هذه ماشي صداقه حاشا، قال لك حنا ماشي باغيين نصدقوا عليك، حنا باغيين نتعاونوا معاك، باغيين نخليوك تكمل الكوبل ديالك. سير اخويا بغيتي تقول النمره شوف. مرحبا الله اخويا. يرضي عليكم اخوتي، هو عارف هو اللي بغى. الا بغاو خوتهم مغاربه، كاين اللي باغي يقول لك الله يرحم لك الوالدين، الله يسترك، كاين اللي الله باغي يرحم يقول لك الوالد. كاين اللي غادي يدعي معاك. شوف راه الكلمه الطيبه صدقه. الله يرحم لك راه الوالد. يقولوا عندك صحاب دابا في المغرب كامل. نزيد لك واحد القضيه، كاين اللي عنده خدمه باغي يديك تخدم معاه، مرحبا اخويا. تقطع رزقك. الله راه يرحم ماشي لك بالضروره الوالد. نعطيك سمكه. انا كنامن بانه علمني كيف اصطاد السمكه، ولا عطاك فرصه شغل تجبد فيها واحد البركه وتجي تعيش بها فاطمه وهاد الوليدات اللي بحال النجوم. صافي اخويا. قول النمره ديالك. هذه